السلام عليكم. انفجار في مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرق البلاد. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية يوم الثلاثاء بانفجار مستودع ذخائر تابع للحرس الثوري الإيراني شرق البلاد. وذكرت وكالة إيرنا مساء يوم الثلاثاء أن أحد مراكز التجهيز والإسناد التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة دمغان في محافظة خرسان الرضوية الواقعة شرق البلاد قد تعرض إلى حادث انفجار. ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقة العامة للحرس الثوري في مدينة دمغان الإيرانية أن الانفجار جرى عند نقل العثاث من أحد مراكز التجهيز والإسناد الواقعة في محيط المدينة. وأشار بيان الحرس الثوري الإيراني إلى أن قادة الحرس يجرون تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الشأن في وقت لاحق. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية في 28 من شهر يناير كانون الثاني الماضي عن هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدف مجمع مصانع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشآت عسكرية في أصفهان وسط البلاد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.